ماكدونالدز منزله سندوتشات جديده بمناسبه كاس العالم. طبعا لازم اروح اجربها واقول لكم رايي فيها بصراحه. اول ساندوتش اسمه تشيلي تشيكن، وكمان التاني اسمه مشروم بيف. تعالوا بقى نجربهم مع بعض ونشوف طعمهم حلو فعلا ولا ايه. انا جبتهم وطبعا قلت اجربهم في البيت بقى براحتي علشان اعرف كده ادوق بمزاج واقول لكم فعلا هما حلوين ولا لا. اول واحد هجربه هو المشروم بيف. اول حاجه لفتت نظري يا جماعه ان العيش شكله مختلف، وبجد شكله يفتح النفس قوي. كان طازه جدا وكان حلو قوي. ده عباره عن قطعه من البرجر وعليه قطعتين من الجبنه وطبعا الصوص، وكمان عليه مشروم وبصل متكرمل. شكل الساندوتش كان يفتح النفس قوي ان احنا ناكله. انا بقى دقته، وطبعا لما دقته عايزه اقول لكم طعمه حلو جدا. عجبني قوي المشروم مع البصل المتكرمل، والبصل كمان ما كانش مستوي قوي، كان فيه قطمه كده حلوه جدا. هو طبعا البرجر بتاع ماكدونالدز معروف ان هو مش جوسي قوي، بس اللي بيخلي طعمه مميز الاضافات اللي بيحطوها عليه. بجد الساندوتش ده كان طعمه حلو قوي يا جماعه. تاني واحد بقى اللي تشيلي تشيكن. طبعا هو نفس برضو العيش لفت نظري، حلو قوي يا جماعة. بجد احلى حاجة في الساندوتش العيش بتاعه كان حلو جدا. هو عبارة عن قطعة كده من الفراخ ومعاها بيف بيكن، وكمان قطعة من الجبنة والصوص بقى طبعا اللي موجود في الساندوتش. عايزة اقول لكم يا جماعة الساندوتش ده خطير، طعمه تحفة، الصوص تحفة، وكل حاجة لايقة مع بعضها مع العيش مع كل حاجة. كانت حلوة جدا، عجبني اكتر من البيف كمان. بس هو مشكلته حاجة واحدة، ان هو سبايسي قوي. يعني لازم تكونوا بتحبوا الحاجة سبايسي جدا علشان تقدروا تكملوه، لان بجد كان حراق جدا. بس بجد طعمه كان خطير، عجبني جدا جدا. انا برشح لكم سندوتشات كاس العالم بتاعت ماكدونالدز، حلوة قوي بجد. لو جبتوها وجربتوها هتنبسطوا قوي. جربوها، والناس اللي جربتها يا ريت يبعتوا لي يقولوا لي رايهم فيها ايه وايه اكتر نوع عجبهم. واشوفكم على خير في ريفيو جديد.